على نجم الاسكالوب بانيه، معروف ان هو بيكون وش فخده او سمانه. تمام. سواء شمبري او بتيلو، بس الافرس والافضل انك تعمله سمانه بتيلو. تعالى بقى اما اقول لك، يعني لو رحت عند جزار جبت السمانه البتيلو ديت تعملها ازاي اسكالوب. طبعا بتقطع شريحه وشريحه، يعني بتقطع الشريحه زي ديت. لحم طبعا البتيلو بيبقى ابيض زي ما انت شايف، ما بتخلصهاش لاخر، وبتنزل بالشريحه الثانيه عشان تيجي معاك حلقه مدوره زي الحلقه دي كده بالظبط. تنزل كده واحده، ما تخلصهاش لاخر، تنزل بالتاني بالشكل ده. تنزل كده بالحلقه دي اسكالوب بانيه. طبعا احنا في ناس كتير بتفضل الاسكالوب بيكون شمبري يعني بقري، في ناس بتفضل ان هو يكون بتيلو. طبعا البتيلو بيبقى انعم واطرى، يستوي بسرعه. مهما لما بتحمره ما بيبقاش فيه شده زي الشمبري. طبعا لان ده عجل عمره بيكون مثلا من 70 ل 90 يوم، 100 يوم، 120 يوم اقصى شيء، غير الاسكالوب اللي انت بتجيبه بتاع العجل الشمبري عمره سنه ونص، سنتين. طبعا فرق العمر ده بيفرق، وغير كده ان التاني بيبقى واكل علف، العجل ده بيكون راضع بس، فالاسكالوب بتاعه بيبقى طري وبيستوي معاك ما بيشدش. دي الميزه اللي بتبقى في الاسكالوب اللي هو البتيلو. طبعا بيبقى منطقه السمانه افضل شيء بالنسبه للبتيلو. بتكون مثلا بتجيب من السمانه تعمله اسكالوب او بتعمله بيكاتا. بتجيب الاكياس اللي هي بتاع البفتيك، هتفرد الكيس كده بالشكل ده. ما بيحتاجش منك دق ياما، لانه طبعا هو بيبقى ايه، حاجه طريه كده، حاجه ايه، لسه نونو، حاجه صغيره، عمره طبعا صغير. بالشكل ده بتحط البفتيك. هي اللحمه اصلا دايبه لوحدها. بالشكل ده، ونديها كيس تاني، وبنديها بقى ايه، تبطيطه خفيفه كده. طبعا ده وزنه كيلو. تعمل كده، وانت تحتفظ بيه في الفريزر طول السنه بالشكل ده، ما يجرالوش حاجه، وتطلعه تحمره كانه لسه معمول وقتي. واحد الله يصلي على النبي، واعمل لك الفيديو وشيره مع اصحابك، واستنى الفيديوهات الجديده.